لو عندك ربع فرخة كوباية مكرونة هتعملي أكلة حلوة جدا وهتغدي بيها البيت كله. أيوة، ربع فرخة وكوباية مكرونة. تعالوا بقى نشوف الوصفة بتاعتنا الجميلة دي ازاي، وهتضاعف معاكي الكمية وهتبقى كتير وهتكفي وتفيض كمان. يلا كده صلوا على النبي ونبدأ. يلا نشوف هنعمل ايه. انا كده معايا ربع صدر فرخة، تمام، ومعايا كوباية مكرونة، ومعايا كمان نص بطاطساية. البطاطساية بتاعتي كانت كبيرة، انا خدت نصها. لو عندك بطاطس صغيرة يبقى بطاطساية صغيرة. انا هبدأ اقطع نص البطاطساية بتاعتي دي بمكعبات صغيرة بالشكل ده كده، زي ما انتم شايفين كده. قطعت نص البطاطساية بتاعتي بالشكل ده كده. وهبدأ برضو ان انا احط البطاطس بتاعتي في الكبة. البطاطس بتاعتي نية خالص، مش مستوية. ايوه، نية، مش مستوية خالص، عادي خالص، تمام. وهبدأ احط كوباية المكرونة. دي كوباية مكرونة بعد ما اتسلقت يا جماعة، تمام. حطيت كده المكرونة والبطاطس بتاعتي في الكبة، وهبدأ ان انا اقطع الفراخ بتاعتي. خلاص، هبدأ اقطعها مكعبات صغيرة كده علشان تنفرم معايا في الكبة. ما شاء الله، اللهم بارك، عملت معايا كمية حلوة وضعفت معايا الكمية، وقضت وفاضت وعنا وخزنا في الفريزر كمان، تمام. كده حبايب قلبي انا خلاص قطعت كده الفراخ بالشكل ده كده، وهحطها في الكب برضو. ما شاء الله، اللهم بارك، حاجه كده جميله جدا. هفرمها في الكب بقى. هحط تاني معاكو كيس فيجيتار حار، تمام. كيس فيجيتار حار. الكيس فيجيتار حار ده ب3 جنيه. هيدينا طعم للفراخ بتاعتنا، هيبقى طعمها حلو قوي. او اللي هو الناجتس الشركات. انا كده حطيت الكيس الفيجيتار، وهبدأ ان انا اضرب الفراخ بتاعتي والمكونات بتاعتي كلها في الكبة. وكده بعد ما ضربتها نمت معايا خالص بالشكل ده زي ما انتم شايفين كده. جبت طبق، وطبعا هحط بقى التوابل. معايا بصل بودرة وتوم بودرة، كمون، ملح، فلفل، بابريكا. خلاص، دي كله نص معلقة صغيرة يا جماعة على الكمية بتاعتي دي، تمام. هبدأ انا احط التوابل بتاعتي، وهبدأ ان انا اقلب المكونات كلها مع بعضها بالشكل ده زي ما انتم شايفين كده. هبدأ بقى بايدي عشان المعلقة مش هتنفع. انا دهنت ايدي زيت عشان ما الخليط ما يلزقش في ايديا. وهبدأ ان انا اقلب الخليط بتاعي كله مع بعضه كده لغاية ما المه كله مع بعض. خلاص حبايب قلبي، وهبدأ بقى ان انا اسيبه كده شوية يرتاح من العجن يعني. وبعدين جبت معايا طبق، وهبدأ ان انا اشكل الناجتس او بانيه الشركات، تمام. هتشكلي بقى زي ما انت عايزه، تعملي دوريه، عايزه تعملي صوابع. انا عملته كده. ما شاء الله، اللهم بارك، فرضت معايا كتير الكميه. ولو انت لسه ما اشتركتيش في القناه اشتركي وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد مني. ولو انت مشتركه متخليش عليا بلايك وكومنت حلو منك كده. ما شاء الله، اللهم بارك، عملت معايا كميه حلوه. هبدأ بقى ان انا اكور كده وابططها واعملها على الدايرة. اعملها مطولة شوية زي ما تحبي تعمليها. ما شاء الله، وصفة سهلة وسريعة جدا. و... وهتخزني منها في الفريزر كمان وقت ما تبقي من تنزنقي كده، مش هتلحقي تعملي اكل، بتطلعيها تحمريها على طول، مش بتاخد معاكي اي وقت، تمام. وصفاتنا سهلة وسريعة جدا وبسيطة خالص. من ربع كيلو فرخة عملنا كمية حلوة ما شاء الله. عملت معايا تقريبا 23 قطعة زي ما انتم شايفين كده. ما شاء الله. انا معايا بقى كده دوت خلطة من اللي هي الكريسبي، بتيجي من عند العطار. ومعايا احط عليها معلقتين بصومات، انا جايبه البصومات ده من السوبر ماركت. احط معلقتين بصومات على الخلطة الكريسبي دي، انا جايباها من العطار، تمام. هتقولي له انا عايزه خلطه كريسبي، هيديك الخلطه المقرمشه الكريسبي دي، بتخلي البانيه بتاعنا مقرمش وجميل جدا. معايا بقى ميه كده في طبق، ودي الخلطه.
وده عايزه اقول لكم ان البانيه ده انا اول ما حطيته في الفريزر شويه عشان يتماسك معايا. تمام. انا كده الايد اللي هتحط في الميه مش هتحط في الخليط تاني، بايدنا التانية هنبدا نغلفها بالخليط بتاعنا، علشان الايد اللي هتبقى مبلوله ميه هتلم بقى الخليط بتاعنا وكده، في ايه مش هتبقى ايه كويسه، تبقى يعني ايدنا تبقى فيها عجين وكده. تمام. الايد اللي هتحط في الميه مش هتحط في الخلطه، الايد التانية اللي احنا هنغلف بيها البانيه بتاعنا وهنرص على الطبق التاني. وزي ما قلت لكم انا دخلت البانيه ده بتاعي دوت في الفريزر شويه. خلاص حبيبي، كده بقى انا هخلص بقى الكميه بتاعه الناجتس دي وارجع لكم تاني. وكده بعد ما خلصتها ما شاء الله اللهم بارك، انا طبعا مش هعملها كلها لانها هي كتير. تمام. انا هعمل نصها وعين نصها. معايا بقى زيت على النار يكون سخن، وهنزل بقى بالقطع بتاعه البانيه او الناجتس بتاعي في الزيت. ومش عايزاه يكون النار عاليه قوي عشان ما يتحرقش منك وعشان يستوي معاكي. انا هعمل جنبه بقى مكرونه، حابه انت تعملي مكرونه، حابه تعملي رز، حابه برضو تحشي برضو في الكريب او العيش السوري في كايزر، زي ما تحبي اعملي. انا عملت جنبه مكرونه بصلصه، اللي هي المكرونه الاسباجيتي الطويله دي، عملتها بصلصه. انا طبعا مش معليه النار قوي، خليها وسط كده. وهبدا ان انا اقلب الناجت، مش عايزاه يحمر مني قوي، عايزاه ياخد اللون الاصفر الجميل ده. وابدا بالمساكه بقى واطلعه من الزيت. ما شاء الله اللهم بارك، كان طعمه خطير وطعمه جميل جدا. وزي ما قلت لكم ما شاء الله يعني لو عيله كبيره هيكفيها وهيتاكلوا ويشبعوا منها. لكن انا طبعا عيلتي صغيره، فانا عملت نصه وكلنا وفاض برضو منا. شايفين الشكل وشايفين اللون ما شاء الله، شايفين اللون ما شاء الله جميل جدا ومقرمش، والخلطه الكريسبي دي مخلياه تحفه. شايفين بقى القلب، طعم من جوه تحفة. والكيس الفيجيتار ده بيدينا طعم تاني خالص، سخن مولع. كده بقى انا خلاص دي الكمية اللي انا عملتها، وعينت الباقي في قلب طبق كده فل وحطيته في الفريزر. خلاص. انا كده وعملته جنب بطاطس برضو محمرة عشان الاولاد. وكده المكرونة بتاعتي كانت خطيرة برضو، طعمها حلو جدا. وكده الفيديو بتاعي خلص، ما تنسيش تعملوا اللايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.